الوجع بنى شخصية عاملة ازاي؟ واهالينا اتربوا بنفس الطريقة، يعني هم غلابة. يندمني على اليوم اللي انا اتصلت فيه بمشاعري. ازيك يا نور؟ اهلا يا محمد، انا مبسوطة قوي انك انت موجود معانا النهاردة. وانا كمان والله مبسوط. انا عارفة انك انت عندك بودكاست ناجح، وانك انت في حالة كده انا عجباني قوي، تمام. وانك انت ليك طريقة معينة في التعامل مع الناس، فبتجيب نتائج حلوة. وانا بعمل الجراحة العاطفية، ونفسي النهاردة اتعرف على حالات من الحاجات اللي انت معاصلك فيها شوية، عشان انا معلمت العصلجة. حلو قوي. حلو. ف ماشي. يعني انا دخلت وغصت في عالم المقاومة، وعالم مش قادر ومش عايز ومش فاهم ومش عارف، وليه المقاومة الجبارة اللي عند الناس اللي هي السبب في تعاستنا كبشرية. وعايزة أتعرف على حالات من الحالات اللي أنت بتكلمني ماشي. عليها، عشان نشوف نقدر نساعد الناس تفك إزاي. وانا فعلا حابب اخد رايك لكذا سبب. السبب الاول ان انا ممكن يبقى عندي خوف شخصي ان يكون اللي انا فاكره ينفع يناسب بقيه الناس ما يطلعش يناسب بقيه الناس، فابقى انا شايف ان الراجل ده بس اديله وقت وهيوصل، وهي ولا مساله وقت ولا نيله، ممكن يكون بس في مشوار مختلف بطريقه مختلفه، حاجه انا عرفت اعملها هو مش هيعرف يعملها. فده اللي فعلا مخليني عايز اخد رايك يعني. طيب هو ممكن الكلاينت الاول اللي حابب اتكلم معاكي فيه هو حد اللي جايبه للعلاج النفسي، ان هو كل العلاقات اللي بيخش فيها علاقات مؤذيه جدا، لان هو بيخش فيها بدافع معين، والناس بتشوف الدافع ده كده زي الشمس في عز الضوء، بيستغله جدا، بيطلبه جدا، وهو بيلاقي منفعه في ان هو يفضل يدي جدا جدا جدا. فهو هو مسلم ان ده ما يناسبوش. بس في نفس الوقت حاله الميه دي، او حاله ان هو يبقى مش بيقاوم او يختبر مشاعره، فبالتالي يفهم نفسه ويفهم هو محتاج ايه ويعرف احتياجاته الحقيقيه ايه، وان اللي بيعمله ده مش مريحه، مش قادر يبص لها من اي منظور غير ان دي شخصيه مش بتاعتي. الحاله دي حاله تلزمك انت، ما تقوليش ابقى انت. انا قول لي انا اروح فين بانا. تمام. فكانه مستني مني اجابه بقى، المفروض يا فلان انت محتاج تبقى الهاله دي. وده ساعات بصراحه ساعات بيحطني معاه في تهنيج، لان هو مشترط طريق انا نفسي ساعات بعلن انا ما اعرفوش. ف يعني عايز اسمع منك بصراحه. اوكي، فانا عندي سؤال. البني ادم ده ايه هو اللي هو بيديه وبيديه ازاي في علاقاته اللي بتأذيه؟ انا شعاره عندي انت بتدي 5000%، يعني انا شفت ناس بتدي 1000%، هو بيدي 5000. حلو قوي. يخش وممكن يشيل صاحبه ويسلفه مبالغ رهيبة، اوكي. ويجذب ويخش مكانه شغل، كل ده عشان الجدعنة والصحاب اللي انا محتاجهم في حياتي. حلو قوي. هو شايف ان هو ده جدعنة، بالظبط. فهو شايف ان هو شخصيته ان انا جدع. هوية كده. جدعنة. مريحة بالظبط. مريح. والجدعنة دي مخليه يحس بفخر في نفسه. حصل. وبعدين لما انت تبقى عطاء، انت كعطاء انت ايه؟ انت اللي عندك الكنترول، انت اللي فوق. بالظبط. حلو قوي. فبيلاقي نفسه فين؟ في علاقات العطاء محتاج ايه؟ يفضل يدي. لا، محتاج حاجة تانية. محتاج حد ياخد. بالظبط. لان انا لو مش باخد، لو انا ما لقيتش حد عايز حاجة، انا هدي ايه؟ حلو قوي. فاحنا العطاء محتاج اخاد، ما اعرفش هنسميها ايه، بس هنقول عليه الاخاد. وصلت. تمام. تمام. العطاء محتاج اخاد. فهو لو ما لقاش اخاد، هو كعطاء ما عدلوش مهم، عامل زي الكابتن اللي من غير مركب. هو عنده تايتل قاعد بيه على البر، بيشرب قهوة في المينا. هو بيبقى كابتن امتى؟ لما يخش المركب ويخش البحر. مظبوط. حلو قوي. فالعطاء محتاج اخاد،
وهو شايف ان الاخادين دول بيضروه. ولكن انت بتقولي هو متمسك بالشخصية دي، متمسك بايه بالظبط؟ متمسك بان العلاقات ما بتمشيش غير كده، يعني مفاهيم. الموضوع بالنسبة له مش بس ان انا بتخلى عن حاجة عشان احس، منظومة افكار هي مش احتمال تبقى صح، لا هي صح، هي الحياة كده. اللي انت بتطلبه مني ده ممكن يحسسني انا احسن، بس هيبوظ لي كل حاجة فيها هات وخد مع الناس، ما ينفعش. حلو قوي. فانت بتحاول تشتغل معاه، بتحاول تشتغل معاه ازاي في الحتة دي؟ حلو. النقطة اللي احنا يعني النقطة اللي على الهادي خالص، بحاول اوريها له من زاويتي، ان الكراسي اللي قاعد عليها ناس واللي هي مستفيدة جدا من شكل العلاقة فبتاخد جدا وانت بتدي جدا، الكراسي دي هي اللي الناس دي لو قامت من عليها ومع بعض اختبرنا بس الشعور اللي طبعا هيبهدله، رفض، خوف، حياتي انا لا قلعت، هي اللي هتوجد الفرصة ان احنا نلاقي ناس تانية تقعد. حلو. الحقيقي بتاعها ممكن يبقى شبه الحقيقي بتاعك. حلو قوي، دي الحتة اللي انت اخده فيها. انا هاخده في حتة تانية خالص. تمام. انا هقول له ايه؟ حاول تحس بالوجع اللي انت حاسه من عطائك. هو بيقول العلاقات دي علاقات سيئة، علاقات مش مدياله اللي هو عايزه، مفيش اشباع. مفيش إشباع. فأنا بدل لما أحاول أخليه منطقيا عقلانيا يفهم إنه لو الناس دي قامت ممكن ناس تانية تيجي، أنا هحاول، أنا بنصحك إنك أنت تحاول تخليه يحس بالعذاب بتاع التوكسيسيتي بتاع العلاقات اللي هو بيخلقها. ليه؟ لأنه هو أخد قيمته من العطاء، مظبوط، ومش قادر يفهم اللي انت بتحاول تقوله له، علشان خاطر شخصيته وهويته بقت معمولة بالعطاء. فلما انت تقول له غير الناس، هو مش متخيل ان في ناس تانية ممكن تيجي. والحقيقة انه الناس التانية اللي هتيجي طول ما هو ما غيرش حاجة جواه، مفيش حاجة هتتغير. مفيش حاجة هتتغير بره، لانك انت بتجذب اليك العطائين اللي ما بيدولكش الاشباع. اوكي. انت بتجذب الاخدين اللي ما بيدولكش الاشباع. ليه؟ عشان القصة العاطفية اللي موجودة جواك. فاحنا محتاجين نفك القصة دي جواه. وايه اللي هو ممكن، او بلاش هو، حتى لو انا بتكلم من منظور كثيرابيست، ايه اللي ممكن اتوقعه يحصل لما يحس بألم العطاء اللي هو الى حد ما بيلغوش عليه بعطاء زيادة والزيادة حلو والزيادة. قوي. لما هو هيبتدي يحس ان عطائه للناس دي مش مديله اللي هو متخيل ان هو بيديهوله، هو من نفسه هيبتدي يقول انا مش عايز اديك قد كده، او مش عايز ادي لده. ليه؟ لان هو هيبتدي يحس في جسمه بالوجع بتاع عطائه، فهيبتدي يحس، وادراكه هيجي من احساسه ومن تجربته بين العطاء ده بيأذيني قبل ما بيأذي التاني. هو بيشتكي دلوقتي ان التاني هو اللي بيأذيه. مظبوط. بيشتكي ان التاني هو اللي بيأذيني عشان مش مقدرني، عشان بيستغلني، عشان بياخد مني اكتر. هو ده اللي بالظبط، بيحصل. معظم السرد بيبقى القصة على سوء الشخص اللي استغل الطيبة والدنيا الظريفة وعمل 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 وعمل. بالظبط. فانا بدل لما افضل في الحوار ده واحاول اقنعه ان سيبك من الناس دي هتلاقي ناس تانية احسن، لا، انا بدورها. انت لما تبتدي تدرك باحساسك انك انت مش مبسوط من العطاء بتاع التاني مش قادر يعترف لك، وتسمح لنفسك تحس بعذاب ان التاني اللي انا بديله وببذل مجهود 5000% عشان يديني مش قادر احس بيه، هيبتدي يخش في قصته فيها ايه؟ ان هو ادى لابوه والامه، اخواته، المدرسة، المدرسين، كل اللي عنده، وعمره ما كان كفاية ولا اتقبل، ولا العطاء ده
اهليه رضيوا بيه، فبالتالي هو عن طريق ان هو يفضل يقول انتوا وحشين، انتوا مش قادرين تقدروا طيبتي، انتوا قادرين مش عارفه ايه، ده مش طيبه، ده هبل. دي مش طيبه، ده عبط، في لخبطه بين الطيبه الحقيقيه، لان الطيبه الحقيقيه حره، بدي ومش وقت ما انا مستني عايز حاجه، وممكن ما اديش وقت ما انا عايز كمان. ودي وقت ما انا عايز وما اديش وقت ما انا بالظبط، عايز. دي الطيبه الحقيقيه. احس في لحظه معينه بني ادم معين اتفضل وابقى حر، لكن طول ما انا بدي الناس بتأذيني انا مش في عطاء حقيقي. انا احس ازاي ان ده مش عطاء حقيقي؟ مش بان انا اتكلم واحاول اقنعه، بان انا احس بالوجع بتاعي، بعدم اشباعي من اللي انا بديه. انت مش بتأذي الناس، انت بتأذي نفسك. لما انا ابتدي احس بده، هبتدي احس ان انا بأذي نفسي، هيقدر يخش في اللي انت بتعرضه عليه. واعتقد يا نور يعني الحاجة اللي بلاحظها برضو في أحيان كتير وحتى من تجربة شخصية، إن اللحظة اللي فيها بيبتدي يحس ما بيعرفش ما يحسش تاني بجسمه، لكنها عتبة اتعدت. بالظبط، هو دلوقتي إدراك، بقى فيه إدراك لحظي. بالظبط. أيا كان بقى بيجي لي تنشنة في رقبتي، مش عارف القطنية، لأن أنا باخد بالي برضو أحيان كتير جدا لما يكلم حد كده هو ممكن يكون مقتنع ان هو يقول لي مثلا جسمي دايما حاسس ان هو مرهق، تمام؟ فواحده واحده بمشي معاه ان انا افهمه ان الارهاق ده مش طبيعي، ده نتيجه لكميه المجهود اللي انت بتبذله عشان جسمك يكتم الشعور الصعب اللي هو غالبا ليه علاقه بالجرح الطفوله. بابا ما كانش بيديني الحب، فلما حاجه شبه دي بتحصل فبتوجع، والكلام ده كله. اللي باخد بالي منه ان اغلب الناس بتلاقي صعوبة في استيعاب ايه ده، هو الحالة الارهاق دي مش طبيعية، ده انا قلت انا بس مش بنام كويس، ولا فيتاميناتي قليلة، ولا انا بس محتاج امشي شوية في الشمس. بالظبط. عشان كده الاحساس او دخول عالم العواطف عالم فيه كومبلكسيتي كبيره قوي، مش معقد، فيه كومبلكسيتي، لانه كل عاطفه مداريه حاجه تانية. يعني في ناس سهل عليها قوي ان هي تحس بالحزن، 3/4 الناس اللي سهل عليها قوي تحس بالحزن صعب عليها قوي ان هي تغضب، فهي بتداري غضبها بالحزن، لان الحزن اتقبل. بالذات الستات مثلا صعب ان الست تبقى عصبية او غضابة فتبقى ايه حزينة. الحزن مقبول، انها تعيط مقبول، لكن انها تبقى غضبانة يقول لك دي ايه، لا الرجاله مش عايزينها، مش هتتجوز. بالظبط، بيضرب في مخاوف اكبر واوسع بالظبط. فهمتني؟ الوجع الجسماني عبارة عن حيطة مقاومة الواحد بيحطها علشان يدي لنفسه الحق ان هو ما يعملش حاجات معينة خايف يواجهها. ليه؟ لان المواجهة دي مبنية على انه لما زمان حاول يعمل حاجات معينة، يا اما فشل، يا اما ضحكوا عليه، يا اما ما تقبلش، فهو قرر ياخد التعامل التعايش، بنى استراتيجية التعايش اللي هي انا تعبان، فبما ان انا تعبان محدش يقدر يقول لي انت فشلت، اصل انا تعبان. يعني بهرب من مسؤولية مواجهة الحاجة زي ما هي. بالظبط. بالظبط فهمتني؟ بالظبط. فانت كمان استعملت كلمة انا بحاول افهمه ان ده مش كده، انت بتوسع افاقه في انه يبتدي يفهم مفاهيم مختلفة. انا اكتشفت ان انا لما بخش في حتة ان انا احاول اغير مفاهيم الناس بتوه معاهم. هو انا مش انا اللي بتوه، هو ممكن يتوه، هم بيتوهوا. وقعت له دومينو وكله بيضرب في بعضه. بس لما كله بيضرب في بعضه ما بيبقاش فيه استيعاب حقيقي لحظي. فانا بدور في الجراحة العاطفية على ان الناس يحصل لها انسايت من التجربة اللي هنا مش هنا. فما بحاولش افهم حد حاجة، ما بحاولش اخلي حد يفهم مفهوم مختلف. بعمل ده امتى؟
بعد ما يعيش تجربة. نرجع للراجل اللي كنت بتكلمني عنه. الراجل ده لو ابتدى يحس ان هو بيتأذي في عطائه، في حاجة جواه هتخليه يقول ايه؟ لا انا مش عايز العطاء ده. في اللحظة دي انت تبتدي تقول له احنا ممكن نعمل عطاء كده وكده وكده، واصل العطاء ده واصل مش عارفة ايه، ممكن اوسع له الافاق. ليه؟ لان هو في حتة من التجربة ابتدت تبقى عندها قبول لانها تغير المفهوم. بالظبط، قبول، استعداد. الاستعداد انا ما بجيبوش عن ان افضل ادش 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 بشوف ادش الشخص على الدماغ. بشوف الشخص، يعني بمشي مع الشخص لحد ما ي- يتلاقى في مرحلة القبول ده باين، او هو خلاص وصل لده، فممكن ساعتها بقدم له على طبق من ذهب، فكر معاه في حاجة هو عنده استعداد يروح لها. بالظبط. مش ان انا بحاول تعالى هنا. مش المفاهيم صعبة قوي 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 انها تتغير، لان الناس بتلعب بدماغها طول الوقت. يعني مثلا 3/4 الناس اللي انا قابلتها في حياتي، مش عايزة اقول كل الناس اللي انا قابلتها في حياتي، اللي عندها موال فلسفي كبير على ان الغضب ما هواش طريقة حلوة للتعامل، اوكي. بالصدفة الأزلية كلهم وهم صغيرين عاشوا مع أب أو أم بيزعقوا بيشخطوا بينطروا بيضربوا، في كمية فايلنس عظيمة في الحياة، فهم قرروا ان هم مش عايزين يبقوا كده وعايزين يقربوا من ده، فبالتالي هم هيبقوا ايه؟ العكس. هيحاولوا يدوروا على طرق التعايش. عملت ايه؟ بقت كلها الكلام، الراحة، الهدوء، بالظبط نخلق سلام. العكس تماما. العكس تماما. فنلاقيهم عندهم إسقاط فظيع على أي حد بيتعرفوا عليه في حياتهم. عنده شوية غضب، عصبي شوية، بيحصل له مش عارفة ايه. ولادهم نفس الحكاية، ما العيل عنده عفريت بيطلع له، فيلاقي عنده عيل عامل كده. العيل بيعمل ايه؟ بيحاول يوري لك اللي انت كاتمه. ده بيضايقني في حد ذاته، فعايزة اتحكم فيه زي ما انا بحاول دايما اتحكم اصلا في مشاعري. فانا فلاقي الغضب انا متحكمه فيه، وقررت وبنيت لنفسي وهم فلسفي كبير اقدر اشرح لك بيه واقنعك بيه ليه الغضب مش كويس. انا بدل ما اخش في الموال ده مع البني ادم، انا بسيبه. مش انت عندك اقتناع ده حلو قوي، وانت بنيت الفلسفه بتاعتك كده والكتاب والكتب والمش عارفه ايه والسلام والروحانيات والبلا بلا بلا، حلو قوي. انا هخش في المبدع ده واقعد ابني اوقعك كل القصر الدومينو بتاعك ده. ليه اعمل في نفسي كده؟ انا ليه اتعب روحي كده؟ انا اخده على طول على الاحساس. حبيبي حس باللي انت بتقولي عليه ده. حط قدامك حد انت قرفان منه عشان هو غضبان، وحاول تحس بيحصل لك ايه. قرفان ليه؟ اصله مش شايف انت حاكم عليه ازاي؟ شايف ايه بيحصل في جسمك؟ ايه؟ ضربات قلبي زادت لما عملت ايه؟ لما سمعت صوته. ماشي، انا حطيته في سكة تانية خالص. في لمبة نورت في اللحظة دي، هي طريق اللا رجعة. اول ما وعيه لقط ده، لقط الاحساس. لقط الاحساس، ما ده قصدي، لقط الاحساس اللي هو ان انا رافض وان انا حاكم وان انا قرفان من ده. بالظبط. اقوم انا اقول له هات لي كل الناس اللي انت قرفان منهم في حياتك اللي انت قابلتهم اللي عاملين مش عارفه ايه. sooner or later هيلاقي ابوه قدامه، امه قدامه، هيتخض. القصر بتاع الافكار كلها اتهد. والفلسفه اتهد. خلصنا. طفل صغير ما خدش حقه من كذا، باباه القصة بسيطة. او امه وابوه بيتخانقوا طول الليل ونهار وهو قاعد في الاوضه عامل كده مش عايز يسمع حاجه لان هو مش طايق. خلصنا. فانا هديت كل الافكار والفلسفه وليه، واقعد اتكلم معاه واجادل معاه واستناه سيشن بعد سيشن بعد سيشن بعد سيشن. عايز اسألك على حاجة تانية. طيب فهمتني؟ فهمتك جدا كمان، خاصة ان من اكتر المشاعر فعلا اللي بشوف الناس بتستغرب جدا ان ممكن يكون من حقها تحسها. يعني يقولي زعل ماشي، انبساط ماشي، غضب هو الغضب عادي؟ مش الغضب ده بيخلي الناس تتخانق وحش ويع وبتاع؟ وكأن الموضوع
اللي بواجهه مع الناس اللي ممكن يكون عشان لسه خبرته مع الاحساس صفر، فهو ممنطق ان تجربه الاحساس بتاع الغضب لما تتحس يا لهوي هتبوظ الدنيا. وتجربتك لما انت بتخلي الناس تبتدي تقرب من الاحساس بيحصل ايه؟ سؤال حلو. تجربتك مع الناس لما انت بتبتدي تديهم اذن ان هم يغضبوا بيحصل لهم ايه؟ زي ما انتي قلتي موضوع اللمبة اللي بتنور. النقطة لو احنا بنتكلم في الجلسة وانا نفسي اصلا بشارك غضب عندي في حاجة وبهزر وبثبت له وانا بسوق والكلام ده كله، فهو في الدايناميك ده لقط ان الشعور ده في حد ذاته لو طلع مش هياخد على قفايا زي ما هو كان بياخد على قفايا لما مثلا يغضب وهو صغير واهله بينتقدوه او بتاع. لما بيطلعوا بجرعات صغيره، هي انا بالنسبه لي كلمه السر جرعه صغيره جدا، لان لسه الشعور العلاقه مضطربه معاه جدا. فاي دوز عالي هيرجعه لورا، لو خاصه اللي هو بيعاني من ادمان، يعني حاجه مهتم ان هو يعد مده تبطيل منها. فانا برضو مش عايز اهز ثوابت لدرجه ان ايه كل حاجه اشلاء وتنتشر على الحيطه يعني. فبحس ان اللي بيحصل ان في ناس كتير بتبكي، اللي هو كانه كان محروم من حاجه هي طبيعيه جدا وعاديه جدا، فمجرد اختبار قدر بسيط منها والعالم ما تهدش، ايه ده هو ده عادي. وقدر الصغير ده بتدخله فيه ازاي؟ القدر الغضب الصغير ده بتدخله فيه ازاي؟ وايه اللي بيخليه يبقى صغير وما يبقاش كبير؟ انت بتعمل كنترول على ده ازاي؟ طيب احنا ممكن لو احنا مثلا لو بنتكلم على جلسة والراجل ده في موقف، يعني موقف معين داير وباين ان هو مضايقه، في لحظة ما في السيشن ممكن اخليه يعني يقعد على الارض يرتاح خالص، ابتدي ان انا احاول ان انا اخليه يدرك بس حاسس ايه بجسمك، نبتدي واحده واحده. بسيبه هو، يعني انا كلامي بيكون قليل خالص، اقول له بس حس دلوقتي جسمك اخباره ايه، هل في اي تنشن، حاول انت تسيب نفسك على الارض. بديله البراح ان هو بس يدرك اول حاجه كميه المقاومه الغير طبيعيه اللي موجوده، واللي هي غالبا بتشتغل اول ما نبتدي نخبط في احساس معين. فده اكتر دليل ان في عباره كبيره مكتوب عليها لن اقبل باحساس هذا الاحساس. اوكي. ففي حد ذاته الاعتراف بوجود المستوى ده من المقاومه عنده بشوفه اول باب اصلا. صح. اول باب. صح. لانه ممكن يقول لا انا مش مقاوم، لا بس جسمك بيقول انك بتقاوم. بس جسمك بيقول حاجه، انا شايف عروقك وانت بتتكلم. ف زي ما انت بتقولي انا مش محتاج امشي، انا محتاج بس اوريله بص انت واخد بالك من اللي بيحصل. حلو قوي. وبعدين بيحصل ايه؟ من هنا بقى كل واحد ممكن يعني الحته بتاعت انا في مبدا كده مؤمن بيه اللي هو اسمه ثيرابيوتيك دوزنج او جرعات الجرعات العلاجيه، كانه بياخد قطره. في ناس لو هي جايه لي وارد بيبقى ساعات في ناس جايه انا مش اول محطه عدت عليها، انا المحطه رقم 10، فبالنسبه له كانه محبس ميه واتفتح، كان في مجهود مبذول وشغل كويس حاصل، بس الحته دي هو كانت غايبه عنه قوي، بس هو اوريدي عنده قدره على الاتصال. لو شخص صفر يعني ما عندوش قدره على الاتصال، هيرجع تاني ممكن يحصل هيخش في حاله المقاومه تاني. حلو قوي. فلما بيخش في حاله المقاومه، انا موضوع ان انا اعمل جرعات صغيره، ده معناه ان انا بعمل كنترول على اللي بيحصل. ماشي. اوكي. انا شخصيا ما بعملش كده. طب بتعملي ايه طيب؟ انا في الجراحه العاطفيه المبدأ الاساسي اللي ماشي في كل حاجه بعملها انه اسمح للبني ادم انه يبقى عنده اذن يحس باي حاجه بتحصل له، فبديله حريه. انا ما اقدرش اقرر الدوز هتبقى قد كده او الدوز هتبقى قد كده، لكن انا عارفه من التجربه ان الجسم ما بيقدرش يسمح لنفسه بجرعه اكتر من الجرعه اللي هي خطر بالنسبه له. فهمت. اوكي. فقدرة الجسم على انها تقبل حاجة معينة هي اللي بتحدد مسار الموضوع. بالظبط. مفهوم.
مش ان انا اللي بقرر اديله جرعه صغيره ولا اديله جرعه كبيره على حسب البني ادم اللي قدامي ده انا عارفه ان هو يقدر يستحمل ولا ما يقدرش يستحمل. انا ما بقررش ده، انا سايبه جسمه هو اللي يقرر ده. ولما هو يحس في جسمه بان جسمه مش هيقدر يروح في الحته اللي هو خايف منها، هو بيبتدي يؤمن بجسمه، وهو ده اللي انا عايزاه. ممكن تفهميني اكتر قصدك ايه بيؤمن بجسمه؟ لما انا مثلا يعني انا فاكره كويس قوي لما انا ابتديت من 40 سنه اشتغل، وكنت انتوا شايفيني انا كده وعندي حماس وعندي باشن ومش عارفه ايه. لما كان عندي بقى 30 سنه كنت مجنونه خالص، كنت حاسه ان انا كرة نار بتتحرك في الحياه وضايعه خالص. اوكي. فلما ابتدوا يقولوا لي بقى حسي، كان عندي احساس ان انا لو حسيت هولع وهطير من الشباك، فخايفه ارمي نفسي من الشباك. ف عامله كده ليه؟ لانه الخطر جبار، انا هطير من الشباك لاني مش هستحمل النار. يعني لما كانوا يكلموني على الاحساس، لما الثيرابيست بتاعي اللي هو كان مدير المدرسه اللي انا درست فيها، لان كنا احنا اول دفعه، اوكي. واحنا في الدراسات اللي احنا عملناها انت لازم تعدي من العلاج اللي انت بتدرسه عشان تبقى عارف زباينك هيحصل لهم ايه. فانا كنت بقول له انا دلوقتي لو سمحت نفسي احس بكميه الم انا هولع وهرمي نفسي من الشباك. فكان يقعد يضحك. لما ابتديت شويه شويه اسمح لنفسي احس، عشان قاعدين مستنيين وبنحس ومش عارفه ايه وبتاع، وعماله احس بالمقاومه، ابتديت افهم ان جسمي ما هوش بلاعه كده. اول لما يقولوا لي حسي زرار الداس النار فنورت وهنط من الشباك. هو الجسم نفسه هيتدخل في ان هو بالظبط بالظبط. طب لو حد مثلا يعني من اللي ممكن يكون عدوا عليه جسمه بيتدخل في كسر الثانية، يعني انا النهاردة بقول ان صديقي هو جسمي، هو اللي بيفهمني لا 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 كده كتير، او بيكون مرتاح او يرتاح شوية وبعدين يرجع يقفش تاني. فانا بشكل بسيط مفهوش يعني تفكير مبالغ فيه، مستوعب ان ايه قدر المشاعر المستثارة هنا رجع على في حاجة بتحصل في البيئة المحيطة. يعني هل في ناس ممكن تكون المقاومة بتاعتها غير معتادة قوي او واصلة لدرجات ان ده في حد ذاته ما ينجحش معاها، او في حاجة قبل كده محتاجة تحصل؟ صح. يعني في ناس كل ما تحاول تقول لهم اللي انت لسه قايله ده تقدر تحسي بيه، يقولك انا مش حاسس بحاجة. ودي تفضل الجملة اللي على لسانه طول. بتحصل لك؟ بتحصل. بتحصل. انا مش حاسس بحاجة. انا عندي واحدة ست لا انا جسمي ما بيوجعنيش. انا ما فيش حاجة. طب ده بيقولك ايه؟ ولا حاجة. في واحدة ست قعدت تقولي كده لمدة ساعة. طب عملتي معاها ايه؟ قعدت تقولي كده لمدة ساعة. اقول لها انت شايفة بتقولي ايه؟ انا بقول ايه؟ شايفة بتردي عليا بالسؤال ازاي؟ هو ده معناه حاجة؟ هو ده معناه اي حاجة؟ قعدنا كده ساعة. بعد ساعة راحت معايا وانا عمالة رايح جاي. انت مش اخده بالك من اللي بيحصل؟ هو في حاجة بتحصل؟ كله انكار. بعد ساعة هي انها بتعمل كده راحت معيطة. قالت لي دي اول مرة في حياتي ادرك من التجربة بتاعت الحوار اللي دار البينج بونج اللي قعد بينا ساعة، ادركت عاطفيا مش عقلانيا ان هي عندها مقاومة. هي نفسها من كتر ما هي كبيرة اتخضت. هنا في المثال ده يعني اعتقد مثلا فاهم قصدي ايه؟ فاهم قصدك. وبالنسبة لي انا اللي بيميزك في المثال ده انك اصلا قعدتي معاه الساعة. يعني انتي نفسك حاسة بجسمك. فالحالة دي في حد ذاتها مخليكي ماشية معاها بس مش بتخانق معاها. اعتقد انا لو انا كمعالج لو قدرتي اصلا على الاحساس بجسمي انا على المستوى الشخصي فيها مشاكل، فهوصل لنقطة هينتابني شعور معين بسبب العميل، هبقى عايز بقول لك ايه ما تخلص بقى وتحس طلعت عيني. بالظبط. فهي الست دي ادركت ان عندها حيطة كبيرة. فاحنا بنتكلم على ان المقاومة الحقيقية موجودة في الجسم. في ناس تانية مثلا تيجي تقول لي ايه،
انا اشتغلت مع بابا وماما، انا صلحت بابا وماما، انا دلوقتي علاقتي ببابا وماما حلوه قوي، انا في حته جميله قوي مع بابا وماما، حلو قوي. السؤال اللي بيطرح نفسه، انا دايما بعمل امتحان انا دايما بعمل امتحان للناس. انت حلو قوي، امال انت جاي لي ليه؟ سؤال يخلي الواحد اللي هو اصل عايز ابقى متخيل. عايزه ابقى احسن، حلو قوي. عايز تبقى احسن في ايه؟ فمثلا في مش عارفه ايه مشكلتي مع مراتي، حلو قوي. ايه بيحصل في مشكلتك مع مراتك؟ تك تك تك، فجأة تلاقي ايه؟ مراتي دي ابويا، او فيها حاجات من مراتي عامله زي ابويا او عامله زي امي، حلو قوي. فهنحط ماما قدامك اللي هي مراتك او اللي هي جوزك، حاسه انك قدام عايزه تعملي فيه ايه؟ عايزه اخنقه، عايزه اضربه. قصتك مع ماما وبابا خلصت فعلا؟ لا. انا قلت حاجه؟ ما قلتش حاجه، انا ماليش دعوه. مين اللي قال؟ الحاله اللي جواك. صح. فانت خلصت من بابا وماما بره، انت خلصت مع بابا وماما الحقيقيين. انا ما بتكلمش على بابا وماما الحقيقيين، انا بتكلم على بابا وماما اللي لسه عايشين جواك. بالظبط. انا ماليش دعوه بابا وماما، انت حليت حياتك مع بابا وماما الحقيقيين، فده جميل. انت دلوقتي بتعرف تروح تزور بابا وماما وانت مرتاح، فانت حققت حاجه مهمه. لكن انت حليت، اسمعني كويس، انت حليت اثر بابا وماما على حياتك؟ لا. فالقصة مش أنا حليت مشكلتي مع وجعي، أنا حليت مشكلتي مع بابا وماما، أنا حليت مشكلتي مع إن أنا مش متواصل مع جسمي. لا. القصة الحقيقية اللي هي لغة الجراحة العاطفية اللي محدش بيتكلمها لسه في السوق، اللي أنا عايزة أعلم الناس عليها وبالذات المعالجين، إيه؟ الوجع اللي موجود في جسمك بقى طول السنين دي بنى شخصية عاملة ازاي؟ الشخصية دي بقى عندها عادات عاطفية عاملة ازاي؟ أثر إن بابا كان بيلطشك على قفاك علشان يقولك ما تنسى تتنصح يا ابني، هو فاكر إن هو بيشجعك وانت بتحس بالخذلان كل ما يعمل فيك كده. أثر الضربة دي عليك ايه؟ بنى شخصية عاملة ازاي؟ افك الشخصية دي ازاي؟ ودي اللي لما بنتكلم على الاحساس بالجسم دي بدايتها، ان بالظبط انا افك الشخصيه دي. بالظبط، افك الشخصية جسمانيا مش عقلانيا. وفي نقطه كمان، يعني اعتقد ان ممكن ناس كتير يبقى عندهم الساعه رايح جاي في الجلسه لحد ما يستوعبوا، لان الشائع اكتر في اوض المعالجين مش ده، هو الشائع العكس، ان انا تعالى شغل لك دماغك عشان امنطق لك الامور، او ان انا بتعامل على مستوى نفس الاداء اللي هي محترفه كبت، فبديك زيت عشان تبقى بتكبت اكتر بس بمفهوم علاجي، فالشخص يبقى مش شرط ان هو كابت قوي، لان انا بوسع لك افاقك، بساعدك على انك انت تقبل حاجات انت مش قابلها، فبتعرف تتعامل معاها من حته جديده انت بتستوعب فيها. مثلا ان انا ما كنتش عيل صغير، انا ما كنتش عيل صغير فما اقدرش اخاف من بابا، لان انا دلوقتي كبرت واقدر اقول للبابا واقدر ايه اجادل مع بابا، فانا دلوقتي بالعقل انا فهمت. اللي بيغير الحياة مش المفهوم يا جماعة، اللي بيغير الحياة الإحساس. ليه؟ عشان الإحساس عامل زي المغناطيس، بيطلع في الدنيا وبيختار المواقف اللي بتأكده، عامل زي الدودة اللي عايشة على حسابي. فالدودة دي محتاجة أكل معين، فهي بتطلع بره عشان تجيب الأكل ده. أنا بتحول إلى العربية اللي الدودة سايقاها عشان تطلع تروح تجيب الأكلة دي. نرجع للمثل بتاع الراجل بتاعك، العطاء بتاعه محتاج ناس
بتديله عدم الإشباع. الدودة بتقول إيه؟ أنا محتاجة ما أشبعش، فلازم أجيب لك واختار لك ناس ما تشبعكش بشكل لا واعي. هو بالظبط بشكل لا واعي. فالجراحة العاطفية بتعمل إيه؟ لازم تخلص على الدودة لأن طول ما الدودة عايشة أنا محتاج الأكلة دي، والأكلة دي بتقول الناس اللي ما بتشبعنيش. فهفضل بلف في دايره مقفوله. ويبقى النقطه ان انا من بره ممكن ابقى عامل تغيرات، لو حد يعني معدي يقول محمد حازم اتغير، بس لسه في نفس مستوى عدم الاشباع وعدم الراحه من جوه كده، ما غيرتش حاجه. وابقى بقى لو انا مش ما شوف يعني ما اختبرتش الجراحه العاطفيه، هيتفسح جوايا مفهوم ان هي بقى الحياه كده كلها شقه بقى ومفيش حد مرتاح. يعني في ناس ساعات عشان هي مش لامسه ده، تقول لك ما خلاص بقى ما فيش حد، بص ده اللي ده يقول غني بس برضه مش يا عم. يقول لك عدم الإشباع إيه؟ هو أنا لازم أبقى شبعان في كل حاجة؟ ده في الجنه الكلام ده. الإشباع معلش أنا ما عنديش إشباع، أبتدي أقبل إن أنا عطاء كده وخلاص. بالظبط. لان مش ممكن يكون الناس بتعمل كده عشان ده برضه اكنهم بيحاولوا يتحايلوا على تجربه اختبار الشعور. أيوة انا بلف حواليه، أيوة مش عايز احسه. أيوة، بس إحنا كمان عندنا حاجة اسمها جهل عاطفي اتربينا عليه مظبوط. من جيل لجيل 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 لجيل، فهي ما هيش غلطة حد، هي غلطة الجهل. إحنا ما تربيناش بطريقة مشاعرنا متاخدة في الاعتبار. مظبوط. واهالينا اتربوا بنفس الطريقه، يعني هم غلابه واهاليهم غربوهم كده. يعني اللي بيضربك على قفاك ده ما ابوه ضربه على قفاه وجده ضربه ابوه على قفاه. البيت اللي البنت فيه ولا حاجه، ما هي امها كانت ولا حاجه وجايه من بيت ما فيهوش ولا حاجه. وانا في بنات كلموني قالوا لي جوزي ضربني واخر مره رحت فيها المستشفى وقلت لها اهلك عملوا ايه؟ قالت لي امي وابويا خلوني 15 يوم ورجعوني بيتي يا جوزي تاني. ايه؟ امها حصل فيها نفس الحاجه وجدتها حصل فيها نفس الحاجه. هو هي دي التربيه، تستحملي ومعلش يا بنتي ما هو هنعمل ايه. يعني وكأن ده معناه اوعي تحسي بمشاعرك. وده معناه احنا في مفهومنا احنا دلوقتي كمعالجين ابتدينا نفهم ونكبر ونتعلم ونتثقف، بقى ده مفهومنا، وده اللي احنا عايزين نجيبه للناس اللي جايين لنا. الزبائن اللي عايزين تدور علينا احنا بنجيب فاحنا بنجيب مستوى وعي ما كانش موجود في الثقافة. فما نقدرش نقول اصل بابا اصل ماما، لا، في مفهوم اكبر من ده، ان الثقافة الطريقة اللي احنا اتربينا بيها اللي فيها بابا وماما وجد بابا وماما وجد جد بابا وماما، ما هي فيها نفس الزبالة دي اللي مودينا كلنا الحتة عايشين فيها بؤسة. واحنا بنتفرج على العالم النهاردة وفي حاجة غير بؤس للأسف. يعني في ناس عندها قلب تعمل اللي بيحصل في الدنيا النهاردة في أي مجال. خد أي حاجة في أي حتة، في أي حاجة فيها منطق عاطفي، منطق قلبي، حاجة فيها دي دعوة بالقلب بالإنسانية اللي احنا بنعمله في نفسنا. هو كل اللي بيحصل ده هو نتاج نفس فكرة الأب اللي اتضرب على قفاه فبيضرب كأن ده حسن ضعيف، أنا عايز أسيطر، فعايز مثلا بأذي ناس تانية عشان ما أحسش حاجة معينة. فهي دايما متتالية سواء على مستوى يعني بيت، على مستوى أكبر أو أكبر وأكبر. بالظبط. فبالظبط هي دي. وكمان أعتقد يعني في بعض الأحيان مع كلاينتس خاصة لو بنت، حس إن في مناطق الدخول فيه بيبقى أصعب من مناطق تانية، بحكم إن ممكن يكون هوية الأنوثة نفسها، المعتقدات اللي مترسخة في أيا كان المجتمع اللي هي عايشة فيه، في كمية اشتراطات. هي الوعي أصلا بمشاعرها وإحساسها بمشاعرها هيهد تماما كل حاجة ليها علاقة بالهوية دي. طب اشرح لي، عندك حالات كده؟ اتكلمني عن حاجة. يعني البنت اللي أنا كنت عايز يعني أكلمك عنها، هي عندها كده مفاهيم معينة، هي متربية في يعني وضع كويس، وبالنسبة لهم البنت الشيك تعمل كذا وما تعملش كذا. ففي كده مفاهيم كلها يعني ضاربة في هوية الأنوثة. تمام. فمن أكتر الصراعات اللي بتواجهها إن أحيانا كتير جدا بيبقى في حاجات هي نفسها تعملها، وليكن حد عايزة ترتبط بيه مثلا،
بس هي مصدقه جدا في حته ان انا ما ينفعش ابين له ان انا مهتم. لو سالني ازيك ارد بعد يومين، لو قال لي ده انا بفكر ارتبط رغم ان انا هموت والشخص ده يكون في حياتي، لا بس اقول له طب ايه رايك اختار لك انا كمان عروستك. ف الهويه دي اللي مخليه فيه بتاع 90 نوع شعور ما ينفعش يتحس، ما ينفعش. انت لو بتتعاملي مع حد كده بالنسبه له الموضوع مش بس جهل عاطفي، لا ده انا بنت، هتبتدي معاه ازاي؟ انت فتحت موضوع كبير، فانا عايزه ادي رد عميق. مش ماشي، عايزه ارد على حاجه كده، عايزه ادي الكونتكست الكبير اللي احنا فيه. حلو. الكونتكست ده مهم جدا. ليه؟ لانه هنقدر نطبقه في حتة تانية كتيرة قوي لو احنا فهمنا اللي انا عايزه اقوله. البنت دي اتربت على ان في مفاهيم معينة، المفاهيم دي خلقت الهوية. خلينا ركز معايا. ماشي، فالمفاهيم بقت هوية. الهوية الزائفة، هنسميها الهوية الزائفة، مغطية أو حابسة كل مشاعرها الحقيقية. وده اللي انت بتقولي، اللي انت بالظبط اللي انت شرحه، اللي انت بتعرضه عليا اتعامل بالظبط. معاها ازاي. حلو قوي. فعشان انا اخش في الحتة دي، في حاجتين انا محتاج اخدهم في الاعتبار. واحد، ودي حاجة انت عارفها، ان الهوية دي زائفة، وان الهوية دي ضربة في العواطف الحقيقية اللي هي حسانة. زي ما انت بتقولي كده، بتديني مثل، بتقولي هي نفسها في الراجل ده، ومن كتر ما هي عايشة في الوهم اللي هي عايشة فيه، اللي بيقول لا انا ما اقدرش ابين له ان انا عايزة اقبل ان انت عايز تجوزني او عايز تبقى في حياتي. يعني انا يعني لازم ابقى متكبرة، ولازم ابقى ابين ان انا مش حاسة مش فارقه مش معايا فارقة معايا بالظبط. للدرجات دي. فدي ثقافة معينة اتربينا احنا عليها. يعني انا اتربيت كده برضو. انا امي فاكرة كويس قوي كانت بتقولي لما ولدي يبين ان هو مهتم بيكي، انتي ترميه بالجاه. كل ما ترميه، كل ما تبيني له انه مش عارفه ايه، كل ما هو هيجري وراكي. اوكي. يعني انا اتربيت كده. فاحنا عندنا الهويه الزائفه، وعندنا الهويه اللي تحتيها، اللي انا مسمياها. انا في كتاب شرحه، في عندنا 3 انفس: الزائفه، وبعدين المجروحه، وتحتيها الاصليه. حلو قوي. فاحنا عايزين الاصليه والمجروحه مشبكين في بعض شويه. احنا لو انا بشتغل معاها، انا اول حاجه هعملها ايه؟ التمن اللي انتي بتدفعيه ايه؟ هي مقتنعه جدا بهويتها. ففي قاعده في احساسنا بالامان والخطر لازم ناخدها في الاعتبار. كل ما انا بقى متمسكه اكتر بهويتي، كل ما اي حاجه انت هتشوفها او هتقولها ليها دعوه بهويتي، انا هرفضها. انا تهديد مباشر. تهديد مباشر. بالظبط بالظبط. اخر حاجه انا محتاج احس فيها بخطر هويتي. فاول خط دفاع الهويه. يعني اخطر خط دفاع، اخطر حاجه بالنسبه للبني ادم الهويه. فانا لو اشوف البني ادم اللي قدامي متمسك جدا بهويته، ما حاولش اعمل اي حاجه ليها دعوه بالهويه. هروح في حته تانية اخبط الهويه من ورا. اوكي. لان انا لو خبطت في الهويه مش هلاقي غير مقاومه، لانه احساس بالخطر جسماني في العقل الباطن ابعد كتير قوي من الجسم. فهتلاقي البني ادم بيعافر معاك وبيقاوم بطرق ولا كانها ما تبانش مقاومه. ما تبانش مقاومه، لمجرد ان هي في خطر، لانك انت داخل على الهويه. وانا لو كملت ولعبت مع اللعبه دي هنخسر اي فرصه ان هو يستوعب، حتى لو قدام مش انا اللي بحاول اخليه يستوعب الاسئله اللي كنت بتقولي لي عليها. ان انا مش هدفي اوصل الشخص
لنقطه استيعاب معينه، بس هو اللي محتاج هو يسمع نفسه في ودانه صوت اجاباته. بس في حاجة اعمق من كده ليه كمعالج، الامان والثقة اللي هي بتبنيها معاك. طبعا دي اللي هي اللي تحت foundation خالص. دي اكتر حاجه بركز عليها. فانت مش فاهمني، انت ما انتش عارف انا جايه منين، لا انت لا، يعني في حاجه بتحصل في العقل الباطن، بين عقلك الباطن وعقل التاني. انا بكلمك كمعالج، انا ما بتكلمش على حد بتكلم على ليك كمعالج. فاول حاجه الهويه مش هقرب منها، انا هخش لها من حته تانية خالص. فانا هخش لها منين؟ ايه الثمن اللي انت بتدفعيه انك انت هويتك كده؟ فما بقولهاش، انا ما بقولهاش اي حاجه لهويتك، انا بقولها انت هويتك كده، هي ده اعتقاداتك، مش ايه الثمن اللي انت تدفعيه. ايه الاحساس اللي انت حاساه انك انت قاعده بقالك يومين نفسك تردي على الرساله اللي الراجل بعتها لك، قاعده في اليومين اللي انت قاعده فيهم دول، ايه اللي بيحصل لك؟ واحاول ادخلها في الحاله دي، احاول احسسها بالقلق، شغلي بالها كميه الطاقه اللي هي مستغلاها في الحته دي. لما هي تبتدي تحس بده الموتور بيتحرك. انا دايما بقول للناس ايه، انا كل اللي انا بعمله ان انا بحرك الموتور يا جماعه. الموتور اللي يبتدي يقول لا والموتور اللي يبتدي يقول اه. انا بسخن موتور، كل شغلي انا مسمياه تسخين موتور ورمي زباله. اوكي يعني انا بسخن موتور ونرمي زباله، طلع زباله، وهم بيحطوا بقى اللي هم عايزينه. في ناس وهي بتحط كمان عندها نوع من ما عندهاش قدره ان هي تحط حاجات ناصحه بيها. فبدل ما اقول لها لا، بدل ما تحطي ده حطي ده، اقول لها ايه يعني انت فكرك، يعني اللي انت لو انت عملتي مع كده كذا كذا كذا، انت فكرك ده ناصح، ده شغال في مصلحتك ولا مش شغال في مصلحتك؟ الناس مش اخده بالها برضو. انا برجع تاني لنفس النقطه، ان هي بتسمعيها نفسها، انت مش بتقولي لها حاجه. ما بقولهاش حاجه. لان انا يعني بناء على كلامك، هو انا لما اكون ماسك في الايدنتيتي بتاعتي زي السمك في الميه، هو مش عارف انه عايش في ميه. فانا النهارده ما اجيش اقول له دي ميه، لا هو الميه ايه، هي دي الحياه، انا مولود بيها كده. من هنا حته ان انا بضرب من ورا او بخليه هو اللي يشوف بالظبط. فانا اقول لها حسي، انا هاخد مثل صغنطوط خالص، اقول لها حاولي تحسي اليومين اللي جايين لما انت تكوني عايزه تردي، اليومين اللي جايين مش اللي فاتوا، اليومين اللي جايين بعد ما تسيبيني النهارده، هو هيبعت لك رساله يقول لك فيها اي حاجه وانت نفسك تردي وحارمه نفسك من الرد. وركزي بقى في جسمك بيفرق معاكي ازاي. هتيجي بعد يومين عشان حست ادركت في جسمها تقولك ايه المجهود الجبار ده. انا بدل ما اقول لها تعمل بيه او لا، وانت عايزه تعملي بيه ايه؟ انا ماليش دعوه ولا بالهويه ولا بالاهلها قالوا ولا دخلت في حاجه خالص. انا قلت انت عايزه تعملي في جسمك اللي بيفرق ده ايه؟ ما رد واخلص. رد يا حبيبتي. الشجاعه جت من ايه؟ من انها حست بكمية المجهود الجبار اللي هي حطها في انها تحط فرامل على حاجة عايزة تطلع بطريقة تلقائية عاملة كده. هي النقطه دي برضو، يعني انا حتى على المستوى الشخصي، وده اللي فرق معايا، ان انا لو حد تاني خلاني اشوف الهويه اللي انا عايش بيها، هو ادراك انا كده كده ببذل مجهود حلو، بس انا ببذل مجهود ضخم، ما فيش اشباع، مش مريحني، وفي حاجه لو حسيتها وقلت ما اعمل ده، حتى لو الموضوع فيه لخبطه مشاعر و فده اللي بيعمل ابديت عندي، اللي هو ايه ده، طب ما زي واحد كده، زي الطفل لما يدوق حاجه جديده، الله، طب ما الحياه اظرف اهو، وانا عامل في نفسي كده ليه؟ فابتدي انا مع نفسي بقى انطلق. ما حدش بيوجهني، وما فيش حد محتاج يوجهني، ولا انا محتاج اوجه اي كلاينت اصلا. فهي اللمبه لما بتنور في الحاله دي، هي دي نقطه ما فيهاش رجعه. انا اصلا من كتر ما العميل بينبسط هو من نفسه، طب ده ايه ده طب ده حلو، ده عيش منه زياده بقى، عيش من اللي انا مريحني وبسيطني زياده. في ناس بتخش في الحتة دي كده على طول عشان عندها إيجابية في الحياة، وفي ناس عندها تمسك بإيه، بالحتة اللي هي وحشة، تقوم تقولك إيه، لا أنا مش قادرة أصدق إن الدنيا حلوة كده.
ما بيحصلكش؟ لا بيحصل معايا اصلا طبعا. ده اكتر حاجه انا خايف امن واصدق ان هي بسيطه، يجي قفا اخده يندمني على اليوم اللي انا اتصلت فيه بمشاعري. ايوه. هو ده اللي بيحصل. فاللي هو ايه، اكن حد بيبيع لي بضاعه هي حلوه، بس لو استطعمتها وما لقيتش منها تاني حد عليك. فاحنا انا بتفرج وبشوف الناس فين، وبعدين من الحته اللي هما فيها دي نرجع تقولي ايه، انا وصلت لحته حلوه قوي بس انا خايفه اضيعها. قلت لها حبيبتي هتضيعيها من الاخر كده يعني، هي هتروح. فمش مهم انها تروح، المهم ارجع اقدر ارجع لها تاني ازاي. تدويرة الموتور، هل ده كان قصدك بيها؟ لا هي انا بدور الموتور، بس دلوقتي الموتور دار، طب انا امشي فين؟ اني طريق انا لقيت طريق حلو، طب انا لو مشيت فيه هتوه، هوصل للي انا عايزاه؟ طب وين لو طلع عليا حرامي وعايز يسرقني عشان انا وقفت في وسط الليل عشان ما عرفتش اوصل، اعمل ايه؟ طب هي فعلا لما حد بيسألك الأسئلة دي تبقى إجابتك إيه؟ ما تشوف يعني، حتى لو حد سألك إيه المشكلة؟ زي ما هو دلوقتي انا الحاله دي هتروح مني، اعمل ايه؟ هتروح، الحرامي هيطلع. اهم حاجه ايه؟ انا لازم امشي في الطريق ده، لكن لازم ابتدي اتحسن، فابتدي اكتسب مهارات ايه بقى؟ احنا لغايه دلوقتي مفهومنا للمهارات اللي هي المهارات اللي احنا بنجيبها من بره، بنتفرج على بودكاست بيقولوا لنا مش عارفه ايه، بنشتري كتاب مش عارفه ايه. ودلوقتي كل ما العالم ده عمال يزيد، كل ما عايزينه اسرع. 5 خطوات تحل حياتك، 5 اكلات، 5 حاجات لو انت حطيتها في اكلك صحتك هتتحسن 100%. 5 مش عارفه ايه لو حطيتهم، الروشته بتاعت ال5 دول ولا ال3. اكتر تايتلز بتقلقني ان انا افتح فيديو اصلا. كله بقى 5 5 3 5 5 3 3 5، والناس كلها عماله تقول لي ايه، الناس تسالني نفس الاسئله، تقول لي طب اديني خطوات. قلت لهم يا جماعه هي مش خطوات، هو انت لازم تفهم البحر اللي انت عايم فيه ايه اللي مأثر عليه. الشمس لما بتطلع بتعمل ايه؟ لما الهوا يجي عندك تعرف تروح فين، تعرف تعمله ازاي. فطلع الحرامي الحالة راحت، ارجعها تاني ازاي؟ فبترجعها تاني بانك انت بتبني مهارات داخلية، مهارات بتاعتك، مش بتتعلم حاجة من بره، مش بتتعلم تكنيك، هي من جوه كله انا بسخن الموتور. لما الموتور بيبتدي يسخن انت بتبتدي تكتشف انت مين بجد. الطريقة اللي بتطلع منك، الحاجة اللي بتطلع منك بتعبر عنك، بتعبر انت مين. دي مهاراتك الأصلية اللي بترجعني للنفس الأصلية اللي اتدفنت تحت المجروح واللي تاهت مع المزيف. فبتكتشف أصلك لما بيبتدي يطلع. كلنا عندنا مهارات، كلنا عندنا مهارات حقيقية. لما الموتور بيتسخن وتبتدي تتخلص من نفس الزائفة، نشوف مواهبي فين. انا بفهم بتفهم وبلاقي ان انا شاطر هنا وكويس هنا وهنا، بالزبط. مش حابب اصلا بالزبط. ده. اهلي قالوا ان انا فاشل عشان انا ما كنتش بنجح في الماث، في الرياضه اسمها ايه، لا رياضه صح. الرياضه لا عشان الرياضه بتتفهم بالرياضه، رياضيات. الرياضيات. ماشي تمام. ماشي. او في الرياضيات. لكن انا كنت شاطر في الكوره وفي الجيتار، بس ابويا ركني على جنب بين اخواتي عشان انا ما كنتش شاطر في الرياضيات. فانا خسرت موهبتي في المزيكا وفي الكوره عشان ركزت في انه ابويا ما حبنيش كفايه زي ما حب اخواتي عشان الرياضيات. فاهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي بقت ايه؟ الحاجات اللي ليها دعوه بالرياضيات، بالشغل، بالمش عارفه ايه. فانا نسيت الحته دي فيها روحي، الحته دي ما فيهاش روحي، الحته دي فيها النفس المجروحه، عدم الاشباع اللي انا بفضل اللي انا بعمل اعمل فيه بالظبط. فانا لما ابتدي
ادخل البني ادم في الحته اللي هي بتسخن الموتور من غير لما ياخد باله، بيلاقوا نفسه بيدور على الحل في الحته اللي هو نساها. الطبيعه بتاعتنا بتروح هنا. دي حاجه لما انت بتكتسبها بترجعها تاني، ولا حد يقدر ياخدها منك ولا حد يقدر يشيلها منك، حاجه بتاعتك. هو بالظبط. يعني انا لو فهمتني؟ رديت على السؤال بتاعت البنت دي. الهويه بتاعتها موجوده في الحته دي، عشان بس نرجع نركب الناس تاني، عشان انا بدي امثله بتروح في حته تانية. احطش الخطر والتركيز على الهويه واجادل معاها في الهويه، واخدها على انها تبتدي تحس بكميه القلق والوجع والطاقه اللي هي بتبذلها على انها تفضل مفرمله حاجه هي مش داريانه بيها، اللي هي محتاجاها. هي من نفسها بتبتدي تفك. فتخش في الحته المايه اللي انت بتتكلم عليها دي، اللي انا وانت كنا بنتكلم فيها قبل ما نبتدي البرنامج النهارده. بالظبط. وحته المايه دي هي اللي لما بتتضايق بيبقى تطور طبيعي الحاجه الساقعه ان هو شخص بيبقى عايز ميه تاني خلاص بقى. لان في وصلات عصبيه عملت اقترانات حلوه في المخ، بقت حاجات حلوه، شفت ان ده احسن من ده، فبكتشف دماغي انا حابب اولفها ازاي اصلا. بالظبط. وبينها تبتدي تقول لك بس اصل انا لو عملت كده، هي لما هتبتدي تحس بده هتبتدي تحس بخطر. بالظبط. بس هي اللي وصلت للخطر من نفسها، مش انا اللي جبته لها من بره. الاقرار منها بحد ذاته ده حلو. بالظبط. هي اللي قالته انا بالزبط. بس انا هنا بتعب. بس انا اتعلمت ان انا لازم ابقى تقيله. هي اول ما هتلاقي الحته الحلوه هترد على نفسها على طول، عشان ترجع خايفه. فهنا هي اللي ادتني الهويه الزائفه اللي انا ابتدي الخلخ فيها، هي ادتني على طبق بالظبط فضه. بالظبط. فانا هقول لها طب انت ايه رايك؟ ده ماما علمتك كده، هل دي حاجه انت عايزه تعيشي بيها؟ هل انت شايف؟ بتيجي تفكري روحك، ابتدي شوفي اللي انت اتعلمتيه ده ينفعك ولا ما ينفعكيش، ابتدي قرري عايزه تختاريه ولا ما تختاريهوش، جايب لك نتيجه عامله ازاي. ساعتها المخ عنده تقبل لتغيير المفاهيم. ده يعني كل ده باشكاله المختلفه اللي انت كنتي قصدك عليه، الجراحه العاطفيه. بالظبط. بالطريقه دي، بان هو اللي بيسوق. بالظبط. فاهمك جدا. انا عايز اشكرك بصراحه، انا انبسطت بالقعده الحلوه دي. ميرسي. ربنا يخليك يا نور. تسلمي. تسلم.